كان في شاب وبنت بيحبوا بعضن كتير كتير، وبيوم من الأيام وبعد علاقة دامت سنة كاملة دق الشاب للبنت. مرحبا، كيفك أخبارك؟ هلا تمام، مشتاقت لك. بدي أحكي معك موضوع ضروري. احكي، شو في؟ خوفتني. نحن لازم نترك. ليش؟ شو انت جنيت؟ نحن منحب بعض كتير وعن قريب رح نتزوج. بعرف، بس أنا طلع لي الشغل برا البلد، يمكن ما أرجع أبدا، ولا تشوفيني بعمرك ولا أشوفك. طيب بستناك عادي. عم قلك ما راح أرجع بعمري ولا راح نشوف بعض، خلص نحن مو لبعض، فهميها. وفصل الشاب المكالمة وراح، والبنت انصدمت كتير وصارت تبكي بحرقة قلب وتقول معقول هيك عن جد يعمل معي؟ مستحيل، أكيد مزحة هي. بعد شهر راحت البنت عند رفيقتها وقعدوا يحكوا. قالت له شو هالخاتم بإيدك؟ قالت له انخطبت، ما عندك خبر؟ لا والله. إن شاء الله ألف مبروك. شو ما بدك تعرفيني ع خطيبك؟ طبعا أكيد. اندق الباب وقامت البنت فتحت الباب لتعرف من خطيب رفيقتها. بتنصدم البنت وبتنكسر من جوات قلبها لما بتشوف قدامها حبيبها قدام عيونها. بتغرغر الدمعة بعيونها وبتقول لرفيقتها إن شاء الله ألف مبروك، الله يخليكن لبعض يا رب، وإن شاء الله بشوفكن عرسان عن قريب. وطلعت البنت ودموع عخدها وعم تبكي وتقول بقلبها يا ريت ما عرفته، يا ريت ما حبيته، طلع واحد خاين ما عم صدق عيوني. وخابره وكله بعدني على الموعد ناطرني، وشح لحالي بغيبته كل الفراق محبه، وروح له وقل له حياتي دون صارت ضايعه، ومن عافني لهذا الوقت وامور ما بترتبه، وروح له وقل له حرام صوت بيت ما سامعه، خابره هذا حبيبك ليش تكسر خاطره، وخابره وقله بغيابه روحي عند مسافره، وروح له وياك